كنت بعلمهم يفرقوا ما بين الشخص المتنمر والشخص اللي بيهزر او الدبش او اللي هو على نياته بحاجه واحده بس، ان الشخص المتنمر وهو المتعمد للتنمر لما بيضايقك وبيحس ان انت اتضايقت وانت قلت له الكلمه دي بتضايقني بيكررها تاني. الشخص اللي مش قاصد او احنا مثلا يعني بنهزر مع اصحابنا فغصب عننا قلنا كلمه وفاكرينها هزار، فاللي قدامنا بمجرد ما وشه بس اتغير بيعرف. الاطفال الصغيرين عندهم ذكاء عاطفي عالي جدا، بيعرف يقرا الوش. لو هو الولد متنمر هيبقى مبسوط جدا بان صاحبه متضايق، لو هو مش متنمر وشافه متضايق هيقول له انا اسف على طول من غير حتى، او هيبطل لانه هيخاف ان صاحبه يزعل منه. فالحاجه اللي تفرق لنا ما بين الشخص المتنمر والغير المتنمر هو ان انت تنبهه للي بيضايقك. يعني احنا كبار، واحده صاحبتي ضايقتني فانا قلت لها معلش الكلمه دي بتضايقني، لو هي مش متعمده مش هتكررها تاني، لو هي متعمده ولو هي شخصيه نرجسيه سلبيه هتكرر ده تاني وهتبقى مستمتعه بده، فاذا لازم ما اعذرهاش تاني. وكنت بقول لهم ادوا فرصه مرتين بس، الثالثه اقطع، مش اكتر من فرصتين. حقيقي دكتوره جدا.